سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بالف خير. كنعتذر على التاخير، ما بقيتش حطيت لكم فيديوهات في القناه مؤخرا لاسباب وظروف شخصيه وصحيه، ولكن كيف ما اتفقنا في بدايه هذه السنه انني كل شهر غنحط لكم تحدي ديال 30 يوم خاص بكل شهر في عادات اللي غنشاركها معكم كل شهر باش تبداو التغيير وتنضبطوا عليه. البنات اللي ما شافوش الفيديو اللي درت في يناير غادا ندير لكم واحد الخلاصه على العادات اللي درنا في هذا الشهر جونفي باش اي وحده جديده تعرفنا على ايش كنهضروا. وكنتمنى البنات والناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال عادات شهر يناير يكونوا انتظموا عليها وحاولوا انهم يطبقوا هذيك العادات اللي عطيت، حيت كانوا عادات خفاف وظراف وبساط اللي تقدروا تواظبوا عليها بسهوله. في شهر يناير درنا 5 ديال العادات اللي غنقولهم لكم بالزربه، واللي بغات ترجع تشوفهم بالتفاصيل غنخلي لها الفيديو هنايا الفوق. المهم اول حاجه اول عاده اتفقنا غنداوموا عليها او غنطبقوها في حياتنا هي تنظيم وقت النعاس بواحد الطريقه اللي زوينه. كل شهر غادي نقصوا نص ساعه من الوقت ديال السهر وغنفيقوا قبل بنص ساعه، هكا حتى نوصلوا لواحد الوقت مثالي ديال النعاس والفياق. اللي بغات تزيد تفهم اكثر هاد لاستيوس مزيان ترجع للفيديو ديال عادات شهر يناير حيت شرحتها بالتفصيل. تاني عاده اللي كانت في شهر يناير هي نشربوا كاس ديال الماء اول ما نفيقوا، نكونوا حاطين حدانا بالليل واحد القرعه ولا كاس ديال الماء. غير نفيقوا اول حاجه كنديروها هي كنشربوا داك الكويس ديال الماء. الجسم ديالك اول حاجه كيكون محتاج لها فاش كيفيق هي الادغاتاسيون، دونك اول حاجه غادي نديروها هي نشربوا كاس ديال الماء. وثالث عاده اللي كانت عندنا في شهر يناير هي نديروا 5 دقائق ديال التوكيدات ايجابيه باش نعاودوا نبرمجوا العقل ديالنا الباطني. ورابع عاده حتى هي كانت عندنا في شهر يناير هي السوشيال ميديا ديتوكس لمده ساعه. ما غادي نخدموا حتى شي بلاتفورم، لا فيسبوك لا انستغرام لا يوتيوب لا تيك توك، اي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا ما غاديش نخدموا بها لمده ساعه في النهار. يعني نعتبروا ان ساعه ديتوكس ما غادي نخدموا حتى شي سوشيال ميديا عندنا. واخر عاده كانت عندنا في شهر يناير هي نقراو روايه ولا كتاب من الذوق ديالكم. اكيد يعني القرايه غتكون 10 دقائق كل ليله. انا فضلت ان القرايه تكون في الليل باش هكا نيت ما نبقاوش شادين التليفون وسهرانين به، يعني نعوضوها بالقرايه. نقراو لمده 10 دقائق وهكا كتلقاو راسكم يوميا كتقراو 10 دقائق كتلقاو راسكم كملتوا هذاك الكتاب او الروايه اللي اختاريتو. هادو هما 5 العادات اللي كنا حطينا في هاد الشهر، خفاف وظراف. خليو لي في التعاليق شنو اللي قدرتوا تواظبوا عليه وشنو اللي جاكم صعيب وما قدرتوش ديروه. دابا في شهر فبراير عندنا 29 يوم، شهر حتى هو خفيف وظريف. داكشي علاش غادي نعطيكم عادات اللي بسيطه ان شاء الله الا داومتوا عليها غدير لكم واحد الفرق وواحد التغيير في حياتكم. ولكن قبل ما نعطيكم عادات هذا الشهر بغيت نوصيكم ونوضح لكم ان العادات ديال شهر يناير بالنسبه للبنات اللي داوموا عليها غنبقاو نطبقوها ماشي غنوقفوها، حيت اللي بدات معايا غتكون صافي ولفات عليها ولات من ضمن العادات ديالها. يعني دوك 5 العادات ديال شهر يناير غتكملي عليهم وما غتحبسيهمش في هاد شهر فيفري ان شاء الله، حيت هو شهر صغير غادي نعطيكم فيه غير بعض ديال العادات اللي بسيطه. كونوا هانين، اي وحده فيكم غادي تقدر ديرها وغادي نداوموا عليها ان شاء الله. واللي ما بداش معايا من شهر يناير ماشي مشكل، السنه باقا طويله، تقدر تبدا معايا من فيفري. واللي تفرجات في الفيديو ديال عادات شهر يناير وما قدرتش تواظب عليهم حتى هي ماشي مشكل، حيت التغيير ما كيجيش بين ليله ونهار، حيت التغيير ما كيطراش بين ليله ونهار، هادشي كياخذ وقت. الا قدرتي غير تداومي على واحد العاده ولا 2 عادات كل شهر هذا ديجا واحد الانجاز اللي كبير وغتكوني فخوره براسك. واللي ما قدراتش تداوم او ما قدرات تطبق حتى شي عاده من العادات اللي حطيت الشهر اللي فات حتى هي ماشي مشكل، باقا السنه طويله وباقي قدامنا بزاف ديال الوقت وباقي قدامنا بزاف ديال الايام ان شاء الله فين تقدر انها تداوم على واحد العادات اللي صحيه غتعود عليها ان شاء الله بالنفع. اول عاده عندنا في شهر فبراير ما يمكنش لينا نهضروا على العادات والانضباط والحياه السعيده والصحيه وما ندخلوش الانضباط على الصلاه والواجبات الدينيه. حاولي هاد شهر فبراير ان شاء الله يكون بدايه باش تنضبطي على الصلوات الخمس ديالك. الصلاه ما كتاخذش لينا بزاف ديال الوقت، الا جينا نجمعوا الوقت اللي غديري مثلا في الصلاه كامله ديال النهار غتجينا واحد 20 حتى ل 30 دقيقه. حنا كنضيعوا اكثر من هاد الوقت غير في التليفون، يعني شويه العباده وشويه للضحك واللعب. حيت اصلا شنو هي الحياه الصحيه؟ هي انك عندك 24 ساعه، وهذيك 24 ساعه كتحاولي انك تقسميها على كاع الجوانب ديال حياتك
باش هكا كتكون عندك واحد الحياه صحيه، ماشي النهار كامل كتبقاي شاده التليفون، ولا النهار كامل كتلعبي وكتضحكي، ولا النهار كامل وانت مثلا كديري واحد الحاجه معينه. ولكن الحياه الصحيه هي انك كتقسمي الوقت اللي عندك على الجوانب ديال حياتك كامله، شويه العباده، شويه الصحه النفسيه ديالك، شويه الاعتناء بالجانب الصحي، ماكله نقيه، شويه ديال الرياضه. وهذا الشيء كامل هو اللي كيخلي الحياه تكون صحيه، حيت الناس الناجحه ما كتبقاش مركزه غير على حاجه واحده، شويه هكا شويه هكا شويه هكا، باش هكا كيكونوا عندهم واحد الحياه اللي متوازنه. هادشي علاش قلت لك شويه العباده وشويه الضحك واللعب وشويه الرياضه وهكا، يعني باش تكون عندك واحد الحياه اللي متوازنه. ما تنسيش العباده ديالك ضروري حتى هي تدخليها في الجانب الديني. يعني الا خديتي واحد 20 دقيقه ولا 30 دقيقه من وسط ديك 24 ساعه راها لا شيء. تاني عادة هي حركوا لي الجسم ديالكم واحد 10 دقائق في النهار. راه ما يمكنش الجسم ديالك ما كيتحركش وبغيتي تكوني نفسيا وجسديا مزيان. ماشي شرط تدخلي ديري لاصال، تقدري تخرجي غير تمشي واحد 10 دقائق. ما قدرتيش تخرجي كاع تحركي غير في الدار، كاينين الملايين ديال الفيديوهات في اليوتيوب على التمارين الرياضيه اللي تقدري ديريهم من الدار. المهم تحركي. بالرياضه كتحافظي على الصحه ديالك الجسديه والنفسيه، كينقص عليك ستريس، كينقص عليك الضغط، وكيتفرز عندك الدوبامين من بعد ما كتكملي الحصه الرياضيه ديالك. بداي غير ب10 دقائق، حيت العقل السليم في الجسم السليم. ثالث عاده، هذه عاده خاصه بالبنات الا كان شي ولد كيتفرج فيا. مهم تعلمي يوميا تغسلي وجهك من الميك اب قبل ما تنعسي. ما كاينش اللي كيخرج على البشره ديالك قد نعاس وجهك فول ميك اب، على الفون دو تان، وعينيك تقالب الماسكارا، وزيد عليها الدهون اللي كتفرزهم من البشره ديالك على طول النهار، وزيد الغبره والرواسب اللي كتلصق في البشره ديالنا وفي الوجه ديالنا فاش كنكونوا خارجين. البشره ديالك خاصها تنفس، ضروري تعلمي انك تغسلي وجهك قبل ما تمشي للفراش باش ما يتسدوش لك المسام والبشره ديالك ما تهيش وما ينوضوش لك الحبوب. رابع عادة، احنا عارفين ان الاكل الصحي مهم بزاف وعنده واحد الدور كبير في حياتنا، ولكن ما يمكنش انسان كان كياكل فاست فود ولا جانك فود اللي هو السقاطه كيشرب المناضه وهذا الشيء بشكل يومي ينعس ويفيق ويولي واحد الانسان اللي كياكل 3 ديال الوجبات صحيه 100%. حيت انا كنامن ان التغيير كيجي تدريجيا كيف ما كنقول لكم ديما. في هاد فبراير بغيتك تركزي غير على الفطور اللي هو يكون صحي ومتوازن. حاولي انك تبداي تدخلي فيه البروتين بحال البيض، وتزيدي شويه ديال الدهون اللي صحيه بحال الافوكا ولا زيت الزيتون. المهم كل وحده تشوف شنو كتاكل شنو كيعجبها، وحاولي ان هاد شهر فبراير يكون خاص بالفطور، يكون صحي. اول وجبه غتدخل الجسم ديالك تكون صحيه. هادشي ما كيعنيش باللي باقي الوجبات ماشي مهمه وخاصنا ناكلو فيهم اللي بغينا وان الفطور هو الوجبه الوحيده اللي صحيه. بالعكس، اي ماكله واي حاجه غتدخل الجسم ديالنا خاصها تكون صحيه 100%. ولكن باش ما يجيناش التغيير صعيب، حيت ما يمكنش الانسان يكون هكا وينعس يفيق يولي هكا، غادي نمشيو تدريجيا. اول وجبه غادي نبداو بها هي وجبه الفطور، ان شاء الله غادي نبداو في شهر فبراير ناكلو صحي. ومع مرور الوقت ومع مرور الشهور ان شاء الله ممكن بعد شهر ولا شهرين نركزوا على وجبه الغداء ونوليو ناكلوا الفطور صحي، والغداء حتى هو نوليو ناكلوه صحي. ومن بعد واحد الشهر اولا شهرين اخرى نعاودوا نركزوا على وجبه ديال العشاء حتى نوليو ناكلوا صحي. وبهكا نكونوا قادين الماكله ديالنا ولينا كناكلوا كاع الوجبات ديالنا صحيه. ولكن التغيير كيبدا بدرجه بدرجه. هذاك الشيء علاش انا بغيت نركز غير على الفطور، حيت اول وجبه غادي تدخل الجسم ديالنا بغيتها تكون واحد الوجبه اللي صحيه. هادو هما 4 ديال العادات ديال فبراير. كيف ما وعدتكم غيكونوا بساط بزاف واي وحده فيكم تقدر ديرهم الى عندها الاراده. وكيف ما قلت في بدايه الفيديو، حتى اللي ما قدراش تطبقهم او لا طبقات غير عاده ولا جوج، بغيت نقول لك برافو عليك وراك غادا في الطريق الصحيح. المهم واخا ديري غير حاجه ولا جوج احسن من انك ما ديري حتى حاجه. وبهكا سالينا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق ديالكم. وبالنسبه لنا جداد اللي وصلوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو بغيت نشكركم بزاف. ما تنساونيش من ابوني ومن بارطاج ديالكم. شكرا بزاف ليكم وتهلاو ليا في راسكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.